أستاذ هاني شاكر، أنا عارفة إن هو كان ليه مكانة ما كبيرة. توقعت طبعا، غالي عندي جدا 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 وعزيز عليا. واحنا اصلنا برج واحد، برج الجدي، وكان نحتفل ببرج الجدي مع بعض. وبعدين وعشت عمر طويلة يعني أنا وهو ومراته، وطبعا ولادهم كانوا حبايبي جدا. يعني احنا عائليا قريبين جدا من بعض. يعني أنا وهي في الشغل بينا، لكن احنا أصدقاء يعني. كانت أقصى لحظة أعتقد في حياته كانت رحيل بنته، حضرتك أكيد حضرتي الفترة دي معاه. طبعا يعني ربنا ما يكتبها على حد، دي صعبة جدا. يعني الأم أو الأب لما بنفقدهم بيبقى شيء حزين جدا جدا، بس الأصعب بكتير لو أم أو أب يفقدوا ولادهم. خليكي معايا معلش. فهاني طبعا يعني غالي عليا جدا جدا جدا، بس هو الحقيقة تعبان بقاله فترة. فيعني كنا بندعي له يعني. آخر لقاء كان بين حضرتك وبينه كان من فترة طويلة ولا قريب؟ آخر حاجة في مستشفى الصفا. زيارة يعني حضرتك كنت عنده كزيارة؟ أنا كنت بروح أقعد مع نهلة كل يوم، مش بقعد مع هاني. يعني هاني كان في الانتنسيف كير، لكن كنت بروح أقعد مع نهلة طبعا لغاية آخر يوم، لغاية لما طلعوا على المطار. لو حضرتك هتقولي رسالة نعي لهاني شاكر في مجمل تعاملك معاه كإنسان وحبك ليه كفنان كمان، هتكون إيه؟ بصي هقول هو إنسانيا وفنيا لا يعوض، لأنه شخص يعني محب لكل الناس ومحب لأصدقائه جدا، وطيب طيبة غير عادية حقيقي. يعني إنسان خير قوي قوي، بيحب فنه بجنون وبيحترم فنه جدا جدا جدا، وبيغير عليه قوي وبيتعب فيه. يعني بيتعب قوي في البحث عن الكلمة الحلوة واللحن الحلو. ما بيستسهلش، بيحب شغله جدا جدا. طبعا لما كان في النقابة كنقيب حاول ان هو يخدم ويصلح ويطور ويخلي صورة الفن أجمل في عيون الناس. صحيح. فقدنا إيه بفقدان هاني شاكر فنيا؟ افتقدنا قيمة كبيرة، وإحنا يعني العدد محدود، فده قيمة كبيرة جدا. يعني أكبر فناني مصر، صوت لا يعوض، وكقيمة يعني كحد، عارفة حد يبقى قدوة، حد قدوة للأجيال اللي جاية، قلبه على الفن قوي، حد دايما عايز يحسن صورة الفن.